السلام عليكم طلاب سينيور 3 في كل الجمهوريه الشعبه الادبيه. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وفايقين ورايقين وداخلين بقى السنه منعنشين، علشان السنه بتاعه ثالثه ثانوي، السنه اللي حضرتك للاسف هي اللي بتحدد لك داخل انيو كليه. النهارده باذن الله هنعمل ايه؟ هنعمل اول حصه واول سيشن في سينيور 3 في ماده الاستاتستكس او ماده الاحصاء، لغات او ماده الاحصاء بالانجلش، يعني على حسب، عشان في احصاء لغات عندهم بالفرنش والكلام ده، فاحصاء بالانجلش. الماده الجميله اللذيذه اللي نزلت جديده عليك، بس انت تاني دفعه، فانت خلاص انت ايه، شفت الدفعه اللي قبلك الحمد لله جابوا درجات كويسه و60 من 60، بس حط تحت الجمله دي خط: اللي بداوا صح وبداوا بدري وبداوا في التايم المظبوط وبداوا مذاكره من الاول تصاعدي، ما بداش في اخر 7 8 ايام، ما بداش في اخر شهر وقال لك انا هلم الدنيا في المراجعه، ده جاب درجه كويسه بس ما قفلش الامتحان وما قفلش ال 60 من 60، ده فرقت معاه ان هو ما بداش صح مع زمايله. فباذن الله نبدا صح، نعرف ان طريق ال 60 من 60 طريق جميل ولذيذ وسهل، وهشرح لك هنعمل ايه، وهشرح لك ان الماده لذيذه، واول حصه النهارده واول سيشن هتبقى الدنيا جميله فوق ما انت متخيل. والماده دي باذن الله هي الماده اللي هترفع لك مجموعك في اخر السنه. واسال دفعه السنه اللي فاتت، واسال زمايلك، اسال اصحابك اللي حواليك، ان الماده دي في الادبي بالذات بترفع المجموع، يعني بتطيره، بترفعه رفعه محترمه. وللاسف للاسف اللي ما بيذاكرش فيها كويس او اللي ما بيظبطش نفسه فيها، انت بتلاقي زمايلك رافعين قوي 58 57 55 56، وانت ممكن تجيب 40 من 60 لو ما ذاكرتهاش. فبتفرق في 10% في حاجات حلوه كده. فركز بالله عليك في الماده دي بالذات، ان طريق ال 60 من 60 معانا من دلوقتي باذن الله، باذنك يا رب مضمون لو انت بدات صح، عشان هتختم صح وهتروح لبر النهايه وبر الامان، ومش هتجيب درجه حلوه، لا انت هتجيب ال 60 من 60 باذن الله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل شقين: شق نتعرف على بعض ونتعرف على السيستم، طلاب الاونلاين هنعمل ايه بالظبط معاهم، طلاب السنتر اللي ما شافوش اول حصه وشافوا الحصه دي وعشان يجوا يكملوا معانا في السنتر، وهكذا هنعمل ايه معاهم. كل ده هتكلم فيه دلوقتي. النظام بتاعنا والاور سيستم حبيبي. الاور سيستم الطبيعي جدا، بس طبعا مشدد بقى: حصه كل اسبوع، مفيش تكثيف نهائي من اول يوم لحد اخر يوم حتى بالمراجعه. ثانيا عدد الحصص بتاعنا يعني على السنتوفه 30 حصه، يعني على السنتوفه 30 حصه بالفتره بتاعه المراجعه، كله متظبط. هنعمل ايه طيب؟ حصه اسبوع، حصه في الاسبوع، ثم بنعمل طبعا الحصه كويز واجب، الحاجات بقى السهله اللي انت عارفها دي كلها. بعد كل شابتر بنعمل ايه يا مستر؟ بنعمل حاجه اسمها مراجعه شامله على الشابتر، ثم شامل. وشامل يعني انا عملت كده مصفى تصفيه. الماده دي بالذات اللي ما بيذاكرش فيها تك سلام عليكم. ليه؟ احنا عايزين نطلع ناس جايبه درجات كويسه، وعايزين نطلع ناس مجتهده بتجتهد. اجتهد، جيب درجه وحشه، اتعلم. انما ما اجتهدتش، ما فيش خالص، لا للاسف هنصفي. كل شابتر عندك امتحان شامل. انا مش بسيبك برضو في الامتحان الشامل، انا باجي اراجع لك حصه كامله، سيشن كامل على المراجعه، مراجعه الشابتر كله، ومراجعه كمان الحاجات مش عايز اقول لك اللي هتيجي في الامتحان، تفكر ازاي في الامتحان، وحاجات شبه الامتحان بتاع الشامل يعني. وصلت للامتحان الشامل ما اديتش كويس، وانا لاحظت انت ما ذاكرتش، فانت مش هتعرف تكمل معانا للاسف. من بدري بدري علشان تبقى عارف ان الدنيا مش سهله في النظام ما بيزعلش حد. النظام يعني ايه؟ هتمشي عليه، تمشي على السيستم، كلنا هنبقى مبسوطين. عندك زي ما انا قلت لك في الماده، عندك قلت لك طبعا في الحصه التعريفيه او الاساسيه، قلت لك ان هي 5 شابترز. اول 2 شابترز عباره عن داتا، الثلاثه الاخرين اكسبيرمنت وتجربه وتجارب والكلام ده كله، فمتفصصين. كل شابتر عندك عدد حصص معين، و يعني انا قبل ما ابدا الشابتر هقول لك ده هيخلص في كام حصه، وده في كام حصه، وده في كام حصه، وهكذا. كل قبل شابتر هقول لك هنعمل ايه. يعني النهارده كده قبل الشابتر الاولاني هيخلص في 3 سيشنز او 3 حصص، ثم حصه مراجعه والايه والامتحان الشامل. فان شاء الله باذن الله تبقى سنه سعيده علينا وعليكم، وسنه جميله ونبقى مبسوطين وفرحانين. وطلاب السنتر طبعا كده كده بشوفكم على طول في السنتر. طلاب اسكندريه بتوع الاونلاين اللي حابين ينزلوا سنتر في اي وقت من الاوقات، تيجي تنورني وتشوفني، وفي ورك شوبس وحاجات من دي عاملينها. طلاب المحافظات هشوفكم ان شاء الله في نص السنه كده كده باذن الله. فاحنا عاملين نظام سيستم مجمع جميل جدا، هشرحه لك دلوقتي سريعا بقى لما نيجي نشرح البوكلتس. اللي طلبوا منك طلب واحد بس، ان انت تستمر في السعي وتستمر في الاجتهاد وبس. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتكلم مع بعض على ده البوكلت اللي انت باذن الله هتستلمه، سواء انت سنتر في اسكندريه هتيجي تستلمه من السنتر، وانت بقى في
في الحصه عادي جدا، في اول حصه بتستلمه. ولو انت في اسكندريه اونلاين نازل منافذ عندك عادي تشتريها او تاخد المذكره بتاعتك عادي جدا. ولو انت في القاهره والجيزه برضه المنافذ تمام. ولو حضرتك في محافظات تانية فالبريد وبنتواصل معاك، والبريد بيتواصل معاك، احنا بنتواصل، مواقع البيع بتاعت الكتب بتاعتنا بتتواصل معاك، ما تقلقش من اي حاجه. الكتاب كده كده هيوصل لك زي ما هو كده. الكتاب هيبقى عامل ازاي في باكج زي ما انت شايف. اولا حضرتك هتلاقي حاجه كده لذيذه جدا، ده ظرف، بس مش ظرف جمله تحفيزيه ولا جمله تحميسيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. امال الظرف ايه؟ اكيد شفت صورته اليومين اللي فاتوا دول. ده عقد دراسي. ايه عقد دراسي ده؟ ده يا باشا اللي احنا هنعمله وهنشتغل بيه طول السنه. طول السنه انت مطالب ان انت تجيب كل ده. مطالب ان انت تبقى عارف ان انت هتستلم مننا كويس كل حصه، واجب كل حصه، كل شهر مراجعه ثم شامل. لازم تيجي بالاله الحاسبه او الكالكوليتر بتاعتك، لازم تبقى عامل واجبك، لازم تيجي جايب درجه كويسه، لازم ما ينفعش تغيب سواء سنتر او سواء اونلاين. وكل الحاجات دي مكتوبه عندك هنا. دي حقوقك اللي عايزها، واجباتي اللي انا اديها لك، واللي انا محتاجه منك ان انت تلتزم وتجتهد بس عشان تبقى سنه حلوه علينا وعليكم باذن الله كده، وتطلع منها يعني حلمك محققه، وتطلع منها مبسوط انت واولياء اموركم جميعا. هتستلم ايه تاني؟ هتستلم اول حاجه جميله وهي الكتاب. الكتاب بتاعنا ده كتاب الشرح. ده كتاب الشرح بتاعنا بتاع الترم الاولاني. بتفتحه كده جميل، بسم الله ما شاء الله، والله عسل وجميل قوي. هنبدا نقول ايه فيه. اولا مقسم الى شرح زي ما انت شايف، كل نوت تحته اكزامبل. كل نوت تحت اكزامبل. الناس اللي كانت معايا من سن دكتور السنه اللي فاتت عارفه ان انا بحب اقسم التقسيمه دي. نوت تحت اكزامبل ثم شويه بروبلمز في الاخر. نوت تحت اكزامبل القانون تحت اكزامبل وتحل عليه، ثم نوت تحل، نوت تحل، ثم توصل لحاجه اسمها تشالنج. حاجه اسمها تشالنج. ايه التشالنج دي؟ اللي حضرتك انت اللي هتحلها في الحصه. في الحصه بتلاقي تشالنج، سواء في الحصه بتاعتنا سنتر سواء اونلاين انت بتحل، انا بوقف الفيديو واقول لك حل، وسواء اروح انا جاي مراجع بقى عليه. انما حضرتك لازم تحل التشالنج ده بايديك. تحله بايديك ليه؟ علشان انت كده طمنت ان انت الحصه بتاعتك تمام ومذاكر وزي الفل، وانت في الحصه تبقى فاهم. يعني انا بعدي على الناس اللي في السنتر والاونلاين، انا بوقف لك، وخلي بالك هتلاقي في الفيديو عندك انت وقف بعد التشالنج دي وانت حليت ولا ما حليتش، وهتبعت لنا الحل، قصه وفيلم. فانت هنا سيادتك ده التشالنج اللي لازم تحله حضرتك في السنتر او في عشان الفيديو ده هنزله كمان اللي بتوع السنتر يتفرجوا عليه. ثم بتكمل كالاتي حصه خلصناها، دخلنا في الحصه الثانيه، برضو نفس السيستم ان انت نوتس ثم اكزامبل انا بحلها معاك ثم بروبلم ثم تشالنج. دي المذكره الاولى، مذكره الشرح. هتستلم معاها مذكره الجورني. ايه مذكره الجورني دي؟ وهي مذكره ال 60 من 60 او مذكره الكويستشنز، الاسئله. دي عباره عن ايه يا مستر؟ دي عباره عن الاسئله بتاعت سيادتك. دي الاسئله بتاعت سيادتك عباره عن كل الاسئله اللي ممكن تلاقيها كترم اول 3 شابترز اهم. بص، مش عايز احلف عشان مش وقت حلفان، مش لازم احلف، بس باذن الله باذنك يا رب امتحان اخر السنه في اول 3 شابترز مش هيطلع بره دول، او بلس 4 و5 لما نيجي نسلمهم لك باكج الترم الثاني الواجب وكراسه الشرح، مش هيطلع بره دول. اهو من دلوقتي ومن اول حصه في السنه، من اول سيشن في السنه، المذكره دي الجورن دي مضمون ان انت تقفل، مش مضمون ان انت تجيب درجه حلوه او تنجح. لا لا لا، ما بنعملش احنا مش بنعمل حد عايز ينجح. عايز تنجح هديك في الاخر كم سؤال كم مساله ينجح. لا، مفيش الكلام ده. بنعمل الناس عايزه تقفل، عايزه تجيب كليات هي عايزاها، مش هقول لك كليات قمه وقاع والكلام ده، هي عايزاها، هي نفسها فيها، فهتخش عشان تجيب الدرجه النهائيه في الايه، في الماده بتاعتنا. فدي الجورني. ده الاسئله طبعا اسئله عندك متقسمه الى سيستم جروب A، جروب A بلس، جروب A ستار، متقسمه الى السنين السابقه، متقسمه الى كل التفاصيل، يعني التفاصيل والتفاصيص ومفصصها لك جميله طبعا، باسئله كمان مدرسه، باسئله كل حاجه. كل حاجه في المذكره ايه؟ المذكره الجميله دي بتاعه الجورني. طبعا دي ما ينفعش لا غنى عنها، ده هنحلها في فيديو الواجب هيتحل، مفيش سؤال هنا هسيبه. هتستلم ايه تاني سيادتك؟ هتستلم الكبسوله، او ان انت تعمل كبسولتك. ايه تعمل كبسولتك دي؟ هتلخص دروسك. ليه تلخص دروسك؟ عشان تتعود ان انت ما تذاكرش من الكبيره، تذاكر من دي. تذاكر ليه من دي؟ عشان وقت الشوامل، كلنا هنعمل شوامل جميله سواء اونلاين او سواء سنتر في نفس الاسبوع، في نفس ال10 ايام. فعشان تتعود ان انت بتمتحن في ضغط، تمتحن في وقت محدد ووقت معين في كل المواد. ما ينفعش امتحن لك
الماس او الاستاتستكس يوم الاحد مثلا، وبعد اسبوع تمتحن العربي، وبعد اسبوع يا باشا انت في اخر السنه مش بتمتحن كده، انت في اخر السنه بتمتحن حد اربع حد اربع حد اربع، وتلاقي امتحان يوم السبت لا لا لا، بتلحم على طول. فانت لازم ايه تتعود على الكلام. فانت الكبسوله دي انت بتعمل بيها يعني تلخص فيها دروسك. اعمل كبسولتك او كبسولتك بايدك. ايه تاني بتستلمه معايا؟ بستلم دي، سيبها دلوقتي كده. انا عملت لك الكبيره وعملت لك الصغيره وعملت لك الوسطانيه، فاضل لك دي عندي هتستلم باذن الله. دي ملخص كل القوانين في الكبسوله الصغننه دي، في الجميله خالص دي اللي هي ايه المذكره ده مسميها المذكره الصغننه. هتستلم دي مني، دي فيها الملخص بتاع الماده كلها. اخر حاجه وهي لجنه الثانويه. ايه لجنه الثانويه دي؟ دي يا حبيبي بدربك على البابل شيت. بابل شيت صحابك السنه اللي فاتت اكتر من يعني عدد محترم سقطوا بسبب البابل شيت، بسبب ان هو ما عرفش يظلل. مستر هندسه انت هتعودنا نظلل، طب ما التظليل سهل، طب ما انا هظلل، ايه المشكله يعني؟ ايه الرعب في ان انا اعمل كده؟ لا، في رعب. ايه هو الرعب؟ ان انت ما بتبقاش حاسب التايم بتاعك. ممكن في ناس تقول لك ايه هحل بقى كده اظلل. حبيبي ما انت ماشي، انت تعرفش ان المراقب رخم، ان المراقب هيجي لك الساعه 12 بالظبط، 12 الا 5 كمان، يسحب يسحب يسحب، اتقطعت في داهيه، تبت عليها وقعدت عليها كده، سيبها لك خليها لك، روح اقلي عليها بطاطس وفلافل، ارمي. ما بيبصش على ورق ان انت 12 بالظبط هيمشي بالورق ويسحب على طول. طب انت في ظل التوتر ده، في ظل ان هو عمال يقول فاضل 10 دقايق يا اساتذه وهلم ورقه الامتحان، فبتظلل بسرعه. بتظلل بايه؟ بسرعه. فبتيجي عند سؤال رقم مثلا 5 عندك في الورقه، تيجي تظلله 4. سؤال رقم 6 تظلله 5. سؤال انت سايبه مثلا، سايبه شفته، فجيت هنا ظللته. الله، عارف هتغلط في كام سؤال يا سعاده البيه؟ عارف هتغلط في كام سؤال؟ هتغلط في كله. كله ما انت شفت واحد، الباقي كله متشفت يا حبيبي، ومفيش وقت تراجع للاسف. ولو راجعت وعملت اكس 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 مش هتلحق تاخد ورقه ثانيه، وهي ورقه واحده بابل شيت اللي بتتسلم في الامتحان. مفيش اكتر من ورقه، هي ورقه واحده بالنموذج بتاعك بالاسم بتاعك وشكرا. فلو ورقه لو باظت حبيبي اشوفك السنه الجايه. فبالله عليك من اول يوم لحد اخر يوم دي هتستلم مني 30 ورقه بال 30 حصه فيهم كل الامتحانات بتاعتنا، وبالله عليك تفوق وانت بتظلل. طيب ثانيا هعلمك ازاي تظلل، اللي هو ايه كل 5 اسئله تظلل، كل 10 تظلل، كل فقره تظلل، واحنا بنتدرب عليها. ا ب ج د علشان حضرتك عندك في اخر السنه ا ب ج د مش اي بي سي دي دي. وكده نبقى خلصنا الايه؟ خلصنا لجنه الثانويه، وبكده نبقى خلصنا باكج المذكرات. باذن الله المذكرات دي هتترم الاولاني مذكرات كلها كده، الباكج بتاعتها لازم حضرتك تهتم بيها ورقه ورقه، حرف حرف، رقم رقم، سؤال سؤال، عشان هتلاقيه باذن الله في 10/7 12/7 الامتحان هيبقى في الحدود دي. كمان باذن الله 8 بتتكلم في كام شهر؟ احنا دلوقتي في 9، بتتكلم في 10 شهور وتلاقي الحاجات دي باذن الله فوق. خلي بالك وانا بشرح هقول لك السؤال ده هيجي في الامتحان من النهارده هتتفرج عليا هقول لك ده هيجي، ده مهم، ده خلي بالك بيجي بالشكل ده. من اول حصه احنا بندربك ان انت تفكر، تفهم، تطبق، تحل، تلاقي اللي هيجي لك في الامتحان. كل ال5 مراحل دي من اول حصه خالص لحد اخر حصه باذن الله في الشرح، وبعد كده نخش في سيستم المراجعه بتاعنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخش بقى على السيشن بتاعنا الاولاني وهو السيشن رقم 1 والكورليشن. قبل بس الكورليشن موضوع الكالكوليتر، انا بحب استخدم الاله دي، يلا خدوها سكرين شوت، انا بحبها لكم وهبعتها لكم على الشانل، و بقى هقول لكم تقريبا رينج سعرها. عايز تجيب اعلى منها هات عادي، انا بحب اجيب هي 991 دي، انا بتعامل معاها، و5 سنين بتوع الكليه زي الفل، والماجستير زي الفل، كل حاجه زي الفل. طب ماذا بعد؟ كورليشن. ايه الكورليشن ده؟ ده يا حبيبي اكتب كده على صبعي ارتباط. ايه الارتباط ده؟ ده انا هتلاقوني هعمل لكم كمان ستيكرز وحاجات من دي، ده انا هتلاقوني كده يعني ايه شكلي مألوف ليكم. انجعلي فتحي ده اللي هو انا، دي الارقام للتواصل، ده وده، غير طبعا في كذا رقم موجود عندك فوق خالص، 4 ارقام، كل دول تواصل معاك، مش اقل من 5-6 ارقام تواصل. فبالله عليك اي حاجه هتحتاجها في اي وقت احنا متاحين معاك 24 ساعه. بسم الله. ايه الكورليشن ده؟ الارتباط. ايه الارتباط ده؟ ارتباط يعني واحد وواحده؟ لا يا حبيبي، الارتباط ده اللي هو يعني علاقه ارتباط، مش واحد وواحده. مش كل ارتباط تيجي في دماغك واحد وواحده، مش اي حاجه ليها ارتباط واحد وواحده، لا. ليه؟ الارتباط ده حاجه اكس، تعالى كده ننزل تحت، حاجه اكس مثلا مع حاجه واي،
الاكس ده بقى يكون مثلا مذاكره، يكون مثلا لعب، يكون درجات، يكون مستشفيات، عادي يكون اي حاجه. طب الواي ممكن يبقى ايه؟ الواي ممكن مثلا مذاكره ومثلا الدرجات، اللعب ومثلا المهاره، مثلا الدرجات ومثلا التعب، المستشفيات ومثلا الامراض. بص اي حاجه بس لها علاقه ببعض، اي حاجتين لهم علاقه ببعض. طب ماذا بعد؟ ماذا بعد يا حبيبي؟ حضرتك هتيجي تقول لي دلوقتي بقى العلاقه بين دي ودي علاقه دايركت، انفرس، مفيش علاقه اصلا، علاقه قويه، علاقه ممتازه، علاقه متوسطه، علاقه ضعيفه، وهكذا. ازاي؟ مثلا هو بيقول لك يعني ايه كورليشن؟ بمعنى ميثود بالستاتيك، يعني statistics which a type of relationship between two variables. الفاريبلز ده اللي هو الاكس والواي. two variables بعرف العلاقه بينهم وايه وبحددها. ده معنى الكورليشن. هل هيجي لك ديفينيشن في الامتحان؟ لا. ممكن يجي لك نظري في الامتحان بس مش بالمنظر ده. هقول لك برضو ايه اللي ممكن يجي لك نظري واحنا شغالين. طب مستر ما معنى اللي انت قلته ده؟ حبيبي هو انت لو زودت المذاكره الدرجات تزيد ولا تقل؟ تزيد. فالعلاقه هنا علاقه دايركت. ده بص الف ب، ده درسك النهارده، درسك النهارده ده علاقه مثلا دايركت. ليه؟ الاتنين زادوا مع بعض. طب مثلا اللعب قل، المهاره بتاعت حضرتك هتقل. ده ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ مستر انفرس. اكيد انفرس. ازاي اكيد انفرس؟ حبيبي قال له سوا، يبقى العلاقه ما بينهم زي بعض، بتبقى ايه؟ دايركت برضه. الله، يعني يا مستر تقصد ان الدايركت يزيد مع بعض او يقل مع بعض؟ الدايركت يزيد مع بعض او يقل مع ايه؟ مع بعض. طيب الدرجات والتعب، الدرجات والتعب، التعب اللي هو المرض، يعني مش التعب اللي هو المجهود، المرض. لو انت تعبت يعني المرض عندك زاد، المرض عندك زاد، الدرجات مالها؟ ما انت تعبت ما ذاكرتش، يبقى الدرجات مالها؟ هتقل. الله، يبقى التعب زاد الدرجات هتقل، يبقى انت هنا في حاجه اسمها انفرس، وعلاقه ايه؟ عكسيه او انفرس. طب مثلا الامراض او مثلا المستشفيات، زودنا مستشفيات الامراض مالها؟ هتقل طبعا، ما انت زودت المستشفيات عالجت الناس، الامراض قلت، يبقى دي علاقه مالها؟ ده زاد ده قل، يبقى العلاقه برضو انفرس. يعني انا النهارده يا مستر هاخد انفرس ولا دايركت؟ دايركت ولا انفرس؟ هناخد انفرس ولا دايركت؟ دايركت ولا انفرس، بس بايه؟ بمستويات. وكمان الكورليشن ده اللي بيجيب لك حاجه اسمها العلاقه دايركت ولا انفرس، وكمان هي دايركت قوي قويه جدا ولا ضعيفه ولا متوسطه. ما هو مثلا يعني المذاكره والدرجات، ما انت لو يعني المذاكره والدرجات دايركت، بس دايركت قوي، دايركت يعني انت بتذاكر بتزيد درجاتك بتزيد، فممكن تلاقي بيرفكت، ممكن تلاقيها يعني ايه قويه سترونج، العلاقه سترونج. طب مثلا واحد مثلا تعب الدرجات قلت، بس هل قلت يعني كانت سترونج العلاقه سترونج بينهم؟ لا. طب ما ممكن تبقى ايه؟ قلت شويه. فاحنا هناخد بقى ايه؟ هناخد بقى حاجه اسمها نمبر لاين بتاع الايه؟ بتاع الار اللي هو كورليشن. نمبر لاين. تعال نشوف كده اللي بعده. بص كده يا باشا، الدايركت، بص انا بشرح ثم بقرا لك الكلام عشان تبقى عارف في قلب المذكره ايه الدنيا. الدايركت ده اللي هو البوزيتيف، البوزيتيف اللي هو الاثنين مع بعض او يفوقوا او يطلعوا او يزيدوا او يقلوا مع بعض. تو فاريبلز مالهم سيم دايركشن، يزيدوا مع بعض يقلوا مع ايه؟ مع بعض. زي الويج، المرتب بتاع الوركر، لما المرتب بيزيد البيريود بتاع الشغل بتاعهم بيزيد، التايم بتاع الشغل بتاعهم بيزيد، او الاكسبيرينس بتاعتهم بيزيد. مثلا اشتغلت كتير الاكسبيرينس هتزيد، اشتغلت كتير المرتب هيزيد مع بعض. طيب السايد لينس والبريمتر، بمعنى هو السكوير ده هنا ال هنا ال هنا ال هنا ال، البريمتر عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ال. طب لو ال زاد، لو ال زاد يا حبيبي اكيد 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 البريمتر هتزيد. فالعلاقه ممكن تبقى علاقه ماثيماتكس، علاقه يعني رياضيه حتى. طب الانفرس هعرف منين ان هو انفرس؟ قال لك ايه؟ قال لك هو نيجاتيف. اعرف ان هو نيجاتيف يعني. وقال لك ان التو فاريبلز اوبوزيت ان دايركشن، واحد بيزيد التاني بيقل، واحد بيقل التاني بيزيد. زي
correlation between التريننج اورز لما العدد الساعات الشغل تزيد، لما عدد ساعات الشغل تزيد ايه اللي ممكن يقل؟ الشغل زاد، ممكن نقول مثلا الاخطاء قلت، الايرورز. يعني انا لما زودت شغل الايرورز قلت، زودت مستشفيات هوسبيتالز الامراض مالها قلت، الهوسبيتالز تمام، الادويه تمام، الصحه زادت، الامراض مالها هتقل. دي العلاقه بين الدايركت والايه والانفرس. ذا كورليشن كوفيشنت، ايه بقى الكوفيشنت ده اللي هو بقى بيحدد لي الايه العلاقه. ماتش يعني ايه؟ يعني هاو ماتش، يعني كبيره قليله، عاليه قوي، عاليه لا، نص نص، متوسطه ضعيفه، مفيش علاقه اصلا. ده اللي بيحدد لي كل حاجه، بيحدد لي ماله مستوى الايه العلاقه. مستوى الايه مستوى العلاقه. طيب مستوى العلاقه ده يا مستر محدده من ايه؟ اولا العلاقه الار ده موجود من، فاكر الانترفال اللي انا شرحتها لك في حصه الاستاتستكس بتاعه التعريفيه؟ تعالى بقى. الار ده قال لك متواجد من اول نيجاتيف 1 لحد 1. ازاي يا مستر؟ مش فاهم، فهمني باشا. 1 دي اللي هي ايه؟ اللي هي 100%، اللي هي 100%. فانا هاجي اقول لك مثلا العلاقه بيني وبين المذاكره 100%، بيرفكت، العلاقه بيني وبينها بيرفكت، ف 100%. طب ممكن اقول بقى هل في حاجه اسمها 150%؟ لا يا باشا، ده مصطلحات احنا بنقولها. 150%، 200%، 1000%، ده انا واثق فيك ثقه عمياء. واثق فيها كام في المية؟ مليون المية حبيبي. مليون المية دي مصطلحات بس اخر حاجه تعرف تثق فيها في شخص هي 100%. 1 يعني اما نخش في الايفنتس، شور ايفنتس 1، مفيش اعلى من 1. فانت اكبر رقم عندك في العلاقات دايركت، الدايركت ده اللي هو البوزيتيف ب1. طب اكبر علاقه عندك في الانفرس، الانفرس ليه؟ عشان نيجاتيف، بكام برضو؟ بنيجاتيف 1. تمام. يبقى اولا الار متواجده من كام لكام؟ من نيجاتيف 1 ل 1 اهي، من نيجاتيف 1 لحد الايه ال1 بالبوزيتيف. ده اولا متواجده من كده وكده. طيب الدايركت متواجده منين لفين؟ اولا انا بوزيتيف صح؟ بوزيتيف، يبقى انا كده بوزيتيف، عشان هنا في اسئله ايه هقولها لك. بوزيتيف. طب البوزيتيف ده اللي هو من كام لكام؟ من اول الزيرو لحد ال1، يعني كانترفال 0 1. اول حاجه ال1 كلوزد ولا اوبن؟ كلوزد، قال لك ال1 معايا. طب الزيرو بقى كلوزد ولا اوبن؟ هو الزيرو بوزيتيف؟ لا مش بوزيتيف، زيرو مش بوزيتيف. طب الزيرو نيجاتيف؟ لا برضه مش نيجاتيف. طب ماشي، هو الزيرو ده علاقه اصلا دايركت؟ لا مش علاقه. الزيرو ده نو كورليشن، يبقى الزيرو ده ماله؟ اوبن. يبقى الزيرو ده اوبن مش معايا. انا الدايركت بوزيتيف يبقى من 0 لحد ال1، بس الزيرو مش معايا. طب الانفرس، تعال نشوف الانفرس يا باشا. الانفرس قال لك ده نيجاتيف، قال لك ده ايه؟ ده نيجاتيف. قال لك النيجاتيف منين لفين؟ قال لك من اول النيجاتيف 1 لحد الايه؟ الزيرو. يعني كرقم انترفال نيجاتيف 1 والزيرو. قال لحضرتك النيجاتيف 1 معايا اهو، معايا اهو، يبقى النيجاتيف 1 ماله؟ معايا كلوزد. طب الزيرو، ما قلت لك الزيرو ده نو كورليشن، يبقى اوبن. يبقى لازم تبقى عارف معلومه مهمه قوي، ان الزيرو ده حاجه اسمها نيهاليستيك او نو كورليشن. نو ايه؟ نو كورليشن. ده الدايركت وده الانفرس. عايز بقى افصص بقى جوه الدايركت وجوه الانفرس. تعالى نشوف رسمتنا. سيبك من رسمتنا، انا هرسمها لك. قال لك انت الزيرو في النص اهو، من اول الزيرو لحد ال1، من اول الزيرو لحد النيجاتيف 1. قال لك الزيرو يعني ان كورليتد، نو كورليشن، نيهاليستيك كورليشن. ده الزيرو تمام. قال لك النيجاتيف 1 ده حاجه اسمها 100% بيرفكت. البيرفكت هنا نيجاتيف 1 او 1. بيرفكت ده 100% شور. طب بيرفكت. طيب قال لك من اول الزيرو لحد ال 0.4 ومن الزيرو لحد النيجاتيف 0.4، ده حاجه اسمها ويك. تعالى بس نعملها كده اهو، من اول هنا لحد هنا ده كده اسمه ويك. بس ماله؟ انا من اول الزيرو لحد ال1 انا كده في حاجه اسمها
دايركت زي ما قلنا. طب من الزيرو لحد النيجاتيف 1 حاجه اسمها انفرس، بمعنى ان النيجاتيف 1 ده بيرفكت انفرس. طب وال1 بيرفكت دايركت. الله، لا لا لا، فهمني بالراحه بالراحه بالراحه. انت اول ما تشوف نيجاتيف وبوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف، النيجاتيف انفرس، وبشوف بقى علاقته اللي جوه، البوزيتيف دايركت واشوف بقى علاقته اللي جوه، القوه بتاعته. طيب ماشي، ماذا بعد؟ قال لك من اول بقى يا سيادتك، من اول النيجاتيف 0.4 لحد النيجاتيف 0.6 او من 0.4 ل 0.6 ده حاجه اسمها مودريت، متوسطه. ده المودريت، ده الميديم. ده هنا الميديم دايركت، وده هنا الميديم ايه؟ انفرس. القوه السترونج، ها فين السترونج؟ قال لحضرتك من اول هنا لحد النيجاتيف 1 ده سترونج. طب معلش يعني، وهنا برضو ايه؟ سترونج. معلش عشان خاطري، خد بس سكرين شوت دي عشان هكتب لك حاجات فوق مهمه كده. عندي السترونج منين لفين؟ السترونج عندي بص السترونج متقسم اول حاجه لدايركت وانفرس. الدايركت قال لك من اول ال 0.6 لحد ال 1، يعني كانترفال، كانترفال من 0.6 لحد ال 1. صح. بص، مش هختلف معاك في 0.6. عايز تقول لي عليها معايا تمام، عايز تعملها اوبن تمام، عايز تعملها كلوزد تمام، براحتك. عايز تقول معايا تمام، معايا مش معايا تمام. انما اللي هختلف معايا ومعاك عليه هو ال1 ده. ال1 ده هختلف معايا ومعاك عليه كويس قوي. ليه؟ دي تمام خلاص، متفقين عليها بقى، تمام يعني، تمام قشطه. ال1 معايا ولا مش معايا؟ السترونج ده سترونج بقى، سواء دايركت او انفرس، هتبقى زيرو نيجاتيف، هنا هتبقى نيجاتيف ونيجاتيف 1 عادي. المهم بقى ال1 ده، ركز معايا عشان الاسئله دي صعبه، ممكن تجي لك السنه دي في الامتحان. هقول ايه؟ ال1 ده عباره عن ان هو، انت قايل لي ان هو بيرفكت. ال1 ده بيرفكت، بس السترونج مش بيرفكت. السترونج ده قوي مش بيرفكت. يبقى معايا ولا مش معايا؟ نفس الكلام هنا، اللي بعمله على الدايركت بعمله على ايه؟ على الانفرس، او الانفرس على الدايركت. يبقى معايا ولا مش معايا؟ لا يا مستر مش معاك، اوبن، قولا واحدا مش معايا. الله، تمام. انا ماشي، عايزك ماشي، هكتبه هنا تمام. يعني دلوقتي بتقول لي ان السترونج، ان السترونج قال لك بقى 0.6 معايا مش هنختلف. امال ليه هنختلف فيها؟ ال1 دي، ال1 دي اوبن، ال1 دي اوبن. انما لو قال لك دايركت، بص لو قال لك دايركت وسكت يبقى ال1 دي كلوزد، ولا هيبقى من الزيرو لحد ال1 اوبن اهو زي هنا كده. الدايركت من 0 لحد ال1، طب الانفرس من نيجاتيف 1 لحد 0 اوبن تمام. طب قال لك كورليتد، يعني ايه كورليتد؟ يعني فيها علاقه، يبقى من اول نيجاتيف 1 لحد ال1 بس هتشيل الزيرو عشان الزيرو دي نو كورليشن. طب الار عموما اهو من نيجاتيف 1 لحد ال1. طيب ماشي، واحده. طب لو قال لك مثلا نوت، بص بقى الكلام بقى الجميل بقى، نوت دايركت. نوت ايه؟ نوت دايركت. يلا، نوت دايركت يا مستر يعني مش دايركت، يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يعني انفرس، نوت دايركت يعني انفرس. من كام لكام؟ من نيجاتيف 1 لحد الزيرو. وحضرتك محترم هتقول لي النيجاتيف 1 كلوزد والزيرو قلت لي ان هي اوبن. حبيبي، فتلاقي نفسك اول اختيار ايه مثلا اهو، رحت مظلله زي الفل. ظللت ايه؟ هتروح جاي عامل كده اهو، تك. ليه غلط بقى يا سعاده البيه؟ ليه غلط يا باشا؟ هو لو جيت قلت لك حضرتك مثلا معاك في جيبك مثلا جنيه او 2 جنيه او 3 جنيه مثلا، يعني معاك في جيبك مثلا ورقه ب5، ورقه ب10، ورقه ب20. معاك ورقه ب5، ورقه ب10، ورقه ب20. فانا رحت جاي قايل لك انا مش عايز 5، انا مش عايز ورقه 5، هتديني ايه؟ هتديني ورقه 10، ورقه 20. صح. تعالى لي بقى هنا طبق لي. قلت لك مش دايركت، وانت عندك في الار 3 حاجات، عندك دايركت، عندك انفرس، عندك زيرو كوريليشن. يعني نوت دايركت دي عباره عن انفرس وزيرو. الله، فهمت؟ يعني انت لما يجي يقول لك نوت دايركت مش دايركت، فهتعمل ايه؟ هاجي اقول له انفرس زائد زيرو، بمعنى ان انت نيجاتيف 1 والزيرو، نيجاتيف 1 كلوزد والزيرو برضه كلوزد،
وده سؤال ممكن تلاقيه بص كده في الواجب عندك وفي الامتحان بتاعنا عندك اخر السنه ممكن، الله اعلم. طب لو جه قال لك not، بص بقى دي not perfect. not ايه؟ not perfect. يعني ايه not perfect؟ يعني من اول نيجاتيف 1 لحد ال 1. طب معايا ولا مش معايا؟ not perfect يبقى النيجاتيف 1 مش معايا وال 1 مش معايا. طب جه قال لك مثلا، قال لك ايه تاني؟ قال لك ايه؟ قال لك مثلا not inverse but not zero. يبقى هي مش inverse ومش زيرو، يبقى دايركت. يبقى هي زيرو اوبن وال1 ايه؟ وال1 كلوز. دي شويه افكار، شويه افكار تعرف هي فين، مين اقوى، مين مش عارف ايه، تعرف السيستم ماشي ازاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ نخش في اللي بعده. ايه بقى اللي بعده؟ الكومباريزون. الايه؟ الكومباريزون. ودي يا حبيب قلبي ده سؤال في امتحان. بص بقى اهو بدأناها اهو، بدأنا تسريبات اهو 2026. طبعا انا بهزر في موضوع التسريبات ده عشان محدش يجي ياخدها سكرين شوت ويقول لك الحق الحق المستر بيسرب، الحق مش عارف ايه. حبيبي الحاجات دي حرام، انت عارف ان هي حرام. انا مش بسرب، انا بقول لك ان السؤال ده جاي، مش بسرب. انا بسرب في ايه؟ ده سؤال لسه في اول حصه، لسه الراجل بتاع اللي هيحط الامتحان لسه ممكن يكون مش عارف ان هو هيحطه اصلا. سؤال في امتحان 2026 ايه هو؟ ما هو السؤال؟ هيجي يقول لك عايز سترونجست ايه يا مستر؟ سترونجست كورليشن من دول، وهيجي يديك اختيارات يقول لك ايه؟ 0.9 نيجاتيف 0.7 0.2 0.8. يلا اختار يا باشا. حضرتك هتروح تقول لي مثلا، هتروح تقول لي ايه؟ تعالى بس نكتبها 0.7 دي 0.7 كله ايه؟ بوزيتيف. هتروح تختار ايه؟ انت عندك السترونجست، يعني هتروح تجيب اكبر ايه؟ اكبر واحد. اكبر واحد اللي هو اللي بيقرب من 1. تمام تمام، حلو قوي. فمين اكبر واحد فيهم؟ انا عندي السترونج اصلا القوي من اول 0.6. انا عندي السترونجست من اول 0.6 لحد ال1. تمام تمام. لو عندك هنا 1 هتختار ال1 طبعا. لو عندك 1 هتختار ال1. 1 اقوى حاجه. 1 ده بيرفكت، اقوى بس مش قوي. بمعنى لا تعالى لي بقى، دي بقى جمله بقى ايه؟ افهموها بقى يا طلاب، معلش انا جاي من خلفيه علم رياضه. لو جه قال لك عايز سترونجست، عايز سترونج، لا مش فاهم. لو جه قال لك سترونجست تاخد عادي ال1 معايا. انما لو جه قال لك عايز سترونج، عايز حاجه قويه، يبقى ال1 مش معايا. ليه مش معايا؟ عشان انا ال1 ده بيرفكت. ال1 بيرفكت. ال1 ايه؟ بيرفكت. ال1 بيرفكت. تمام تعال نكمل. هو مش هيلعب اللعبه دي. يعني اللعبه دي كده ايه؟ مش هيلعبها، خلي بالك ما تقلقش. احنا مش في الفاظ، مش في دفعه 2016 بتاعت الثانويه عامه بتاعت العين والعيون. عارفوا السؤال ده؟ قال لك في واحد شاف في المكتبه 20 عين، يلا حاجه ايه خارجيه، 20 عين كم شخص رآه؟ كم شخص؟ 20 عين شافوا الشخص ده في المكتبه. طبعا كان 20 eyes saw man in المكتبه. ها، او كانت مكتبه ولا مش عارف، كان مكتبه ولا تقريبا كانت مستشفى، حاجه زي كده. ها، هوسبيتال او مش عارف لايبراري. ها، كم شخص؟ ففي ناس حلوها 20 شخص وفي ناس حلوها 10 اشخاص. مش هيلعب معاك اللعبه دي السنه دي، ما تقلقش. تمام تمام. سيبك بقى من الحاجات بقى الهزار دي. يلا ارجع. انهي اقوى؟ الاكبر يبقى 0.9. تمام. سؤال كمان قال لك السترونجست، خلاص بقى سترونجست. قال لك السمولست، او قال لك مثلا الويكنست، او قال لك السمولست يا عم. قال لك 0.1 0.1. قال لك ايه تاني؟ تعالى بس عايزين نطلع فوق شويه. ايوه 0.1. قال لك 0.7. قال لك 0.2. قال لك 0.4. يلا مين اصغر حاجه؟ اكيد حضرتك هتختار 0.1. جميل جدا ومحترم جدا. طيب امسح لي بقى الحاجات الحلوه دي وتعالى بقى ايه اقول لك السؤال اللي هيجي لك في الامتحان. هيجي كالاتي، يعمل لك كالاتي: نيجاتيف 0.9 او بلاش ماشي نيجاتيف 0.9 0.8 بالبوزيتيف 1.2 وهيبقى عايزين واحده بقى لعبه حلوه بقى 0.12. يلا فكر يا معلم.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخري في العلاقه القويه كام؟ واحد. اخري في العلاقه الدايركت واحد. العلاقه القويه واحد. لما تبقى بيرفكت، ده يوم لما تبقى بيرفكت تبقى بواحد. فبسم الله الرحمن الرحيم تك تك. ما تقوليش ان دي اكبر واحده حبيبي، انت اخرك واحد. مفيش 1 بوينت حاجه دي، انسى. مفيش 1 بوينت، انسى. تمام، يبقى انت شلت دي. حلو قوي. يلا بينا نكرر. ده ولا ده ولا ده؟ مستر ده 0.12 12. ما انت 12 اكبر من 8 ولا ايه؟ ها 12 ولا 8؟ عملتها لك فين؟ في الحصه التعريفيه. 0.12 اكبر ولا 0.8؟ ورحت قايل لك ايه حبيبي؟ هنا في رقمين، يبقى حط لي هنا الرقم الثاني. مين اكبر؟ 0.8 اكبر. يبقى ده كده تك تك. اتبقى لي 0.8 نيجاتيف 0.9. طبعا حضرتك هتروح عامل ايه؟ هتروح قايل لي حبيبي مستر انت ده نيجاتيف، شيله نيجاتيف. يبقى ده يلا بينا اديله 0 من 10. ليه 0 من 10؟ واحده واحده بقى، واحده واحده. انا هنا في العلاقه، ركز معايا، في العلاقه القويه ولا مش قويه. بص شيل النيجاتيف. شيل الايه؟ شيل النيجاتيف. لا مش فاهم، تعالى لي بقى هنا ايه نتكلم مع بعض شويه. جيت قلت لك نيجاتيف 0.8 و0.7. البوزيتيف ده بوزيتيف يبقى خلاص. انما جيت قلت لك عايز السترونجست، عايز الايه؟ السترونجست. حبيبي السترونجست بشوف الاكبر وماليش، بص بقى اكتب، اكتب ورايا، ماليش علاقه بالايه؟ بالنيجاتيف. يعني مين سترونجست؟ ده سترونجست. طب واحده كمان، جيت قلت لك كالاتي 0.12 نيجاتيف 0.7 نيجاتيف 0.15 وايه؟ خلي مثلا 0.1 و 0.09. يلا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كلهم يمشوا، كلهم تمام. 0.12 و 0.1 دي يبقى ايه؟ مين اكبر؟ لا دي اكبر، يبقى ده مكمل معايا، ده اكس. ده ولا ده؟ ده 0 بوينت قبل ال1 كمان، فده اكس. ده بقى ولا ده؟ انا عايز الايه؟ انا عايز الاقوى، عايز الاقوى سترونجست، وعايز السمولست الاضعف او الاصغر. ها حل معايا. السترونجست ده السترونجست عشان ده اكبر، ده اكبر، شلت النيجاتيف. طب والاصغر ده؟ ها السمولست ده اللي هو 0.09. ده السمولست، ده اصغر واحد فيهم. يبقى انت عندك في تاني في الايه؟ في الجزء اللي هو ايه؟ في الجزء الكومباريزون. تاني اهو عشان السؤال ده في 20 اهو 2026. جزء الكومباريزون اهم حاجه دي راحت فين؟ اهم حاجه ان انت متواجد من نيجاتيف 1 لحد ال1. 1.2x نيجاتيف 1.2x. مفيش حاجه بعد، مفيش حاجه بعد. ثانيا ده رقم واحد. ثانيا شيل الايه؟ النيجاتيف وقارن. اكتب عندك بالله عليك يا اللي قاعد بتتفرج عليا، وقارن. شيل النيجاتيف وقارن. يعني مثلا لو قال لك الايه؟ السمولست، وهنا قال لك السترونجست، وهيجي لك في الامتحان سمولست عشان يلخبطك بالسترونجست ولا لا، عشان لو جاب لك ويكنس فانت عارف انها ضعيفه. لو قال لك 0.12 مع 0.7 بالنيجاتيف، ها ده اكبر طبعا، يبقى ده ايه؟ ده سترونجست. وده ايه؟ وده السمولست. متفقين. يبقى تاني سريعا، تاني علشان والله هيجي لك السؤال ده، افتكر زي ما هو اهو 2026 اهو. تاني هيجي لك نيجاتيف 0.9 0.8 0.19 نيجاتيف 0. او مش 0. خليها مثلا 1.1. يلا انا عايز هنا الاقوى سترونجست والسمولست. تاني اخر مره، بعد كده هنخش نكمل. سترونجست والسمولست. مستر السترونجست اكبر واحد ماليش علاقه بالنيجاتيف يبقى ده. السمولست مستر اصغر واحد فيهم ال 0.0 ده. وانت بسم الله الرحمن الرحيم ماليش علاقه بده، ده شيله علشان ما ايه؟ ما وفاش الشروط ما ظبطهاش. الشروط ايه؟ اكس. ماشي.
ماشي، وبكده نبقى خلصنا اول حته في الدرس بتاعنا. كده كده احنا بنقسم لك الحصص سيكشن ثم سيكشن. كده روح لك خد لك بقى بريك 7 8 دقايق، عشان الحبه اللي فاتوا دول كانوا شد وجذب شد وجذب، لسه في سمري في الاخر، شد وجذب شد وجذب. وتعالى لي بقى على ايه؟ على الحته اللي تانية في درس النهارده، وهي بيرسونز كوفيشنت. يلا بينا في الجزء الثاني من حصتنا، وهو هيبقى نتكلم على بيرسونز كوفيشنت. ايه بيرسونز كوفيشنت ده؟ مش قلت لك ان العلاقه بتبقى هو هيدي لك الداتا بين حاجه اسمها اكس وواي، فاريبل وفاريبل، صح؟ قال لك بقى انا عايز بقى ايه العلاقه بين الاثنين دول؟ عايز بقى العلاقه تبقى بكام؟ 0.9 0.7 0.2 0.1 1 مش عارف 2 2 ايه 2؟ مفيش علاقه ب 2، مفيش علاقه اكبر من 1. نيجاتيف 1.1 مش علاقه ايه بعد النيجاتيف 1. تمام تمام. فعايز اشوف بقى العلاقه بين الاثنين دول، العلاقه بكام؟ كام؟ عن طريق قانون حضرتك لازم تحفظه. كده هيجي لك في كراسه المفاهيم، بس لازم تحفظه عشان تسرع من نفسك وتبقى انت حافظه. افرض جالك في كراسه المفاهيم الرموز مختلفه، هو ما عملش كده السنه اللي فاتت، ما عملش كده السنه اللي فاتت، بس افرض جالك رموز مختلفه، احفظ انت اللي بتعرف تتعامل معاه. يبقى انت كده في بيرسونز كوفيشنت، حرف البي ار بيعمل كده اهو. بيعمل ايه؟ قال لك انا بيبقى اجيب عندك الاكس عندك الواي، تو فاريبلز، عايز اجيب وعندك ان فاليوز داتا هنا مثلا 10 والواي ب 10 كان عددهما. زين بيرسون كورليشن بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الديترمايند باي الفورمولا، القانون بيجيب لك بقى العلاقه بين الاكس والواي برقم، بايه؟ برقم اللي هو 0.1 0.2 1 نيجاتيف 0.5 وهكذا. ايه بقى القانون؟ بص يا معلم، قال لك اعمل بقى كده اهو. تعالى كده تاني. قال لك اعمل كده واكتب لي الان سميشن اكس واي ماينس سميشن الاكس في سميشن الواي. ايه ده انا مش فاهم ايه ده، بس تمام اصبر. تحت هنا في دبل روت، ادي الروت الاولاني وادي الروت الثاني، في بينهم تايمز. اول حاجه ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس بتعمل له باور 2. لا مش فاهم، اعملها لي في الواي. ان سميشن الواي باور 2 ماينس سميشن الواي بتعمل له باور 2. مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. ده القانون. تعالى لي بقى القانون قدامك اهو، تعالى بقى نفصصه. تعالى نفصصه. اولا هو بيدي لك ايه؟ بيدي لك اكس، بيدي لك اكس وبيدي لك واي، شويه بقى ارقام. يعني مثلا هنا 2 7 1 3 5 0، اي ارقام، اي ارقام اكس واي ارقام. ماذا بعد؟ هنعمل ايه؟ قال لك حضرتك حاجه حلوه قوي. الان، بص بقى فاصص لك القانون. الان ده عدد الداتا اللي هو بيعملها، يعني مش سميشن، لا عددهم اللي هو 1 2 3، عدد الرفوف دول. فالان هنا بتلاتة. طيب ماشي. قال لك سميشن الاكس في الواي، لا مش فاهم. هو دلوقتي مدي لي ايه يا مستر؟ هو مدي لي الاكس والواي، فقال لك هتزود حضرتك انت خانه هنا اسمها اكس واي، وهنا خانه اسمها السميشن. ايه السميشن دي؟ يعني تجمع، بتجمع اي حاجه بتفقطها تحت كده، بتفنطها تحت، بتجمعهم. 2 بلس 1 3 بلس 5 8، 7 بلس 3 10، 10 بلس 0 10. الاكس واي تعمل ده تايمز ده، وده تايمز ده، وده تايمز ده، عادي. 2 تايمز 7 14، 1 تايمز 3 3، 5 تايمز 0 0. السميشن بتاع الاكس واي 17. لا مش فاهم. يعني دلوقتي تقصد ان هو هيدي لك الاكس والواي، هو مدي لك الاكس ومدي لك الواي، فانت هتروح جايب الاكس واي، وهنا في سميشن. السميشن دي اللي هو الجمع ده، العلامه دي اسمها سميشن، جمع الداتا كلها. تمام. ماينس، انا عارف الماينس، سميشن الاكس تايم سميشن الواي. ايه سميشن الاكس تايم سميشن الواي دي؟ شايف الدوت دي؟ يعني تايمز. ايه بقى التايمز؟ مش فاهم يعني ايه. ده السميشن بتاع الاكس 8، وده السميشن بتاع الواي 10، يبقى ده بكام؟ 8 تايمز 10 يعني 80. يا ولد يا حلو انت يا حلو، ماشي متفقين. عند حضرتك الروت بيقول لك ان الثلاثه، خلاص انا عارف. تمام. سميشن الاكس باور 2، لا ايه دي بقى؟ ايه الاكس باور 2 دي؟ اكس باور 2 اكس عاملها باور 2. لا بس ركز معايا. قال لك هنا
السمشن بتاع الاكس باور 2. يعني شايف الاكس باور 2 دي ليها سمشن. الله، يعني انت هتزود خانه كمان؟ هزود خانه كمان اسمها الاكس باور 2، والواي تقول لك اشمعنى، تروح عامل لي خانه الواي باور 2. فتعمل ايه سيادتك؟ شايف الاكس تعمله باور 2، 2 باور 2 4، 1 باور 2 1، 5 باور 2 25، وتجمعهم قال لك 30. طب الواي باور 2 هات الواي، 7 باور 2 49، 3 باور 2 9، 0 باور 2 0، ودي بكام؟ دي ب 58. يعني هنا يا مستر السميشن بتاع الاكس باور 2 بكام؟ ب 30، وسميشن الواي باور 2 ب 58. ماشي، خلينا وراك يا استاذي. دي يا مستر طب ما هي ب 30 برضه، وهي دي تبقى 58. لا 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 لا، ستوب، اقف بقى هنا. ستوب ليه بقى؟ عشان الفرق بين الحاجتين، الفرق بين دي اهم حاجه في القانون. انت القانون ده هيجي لك اصلا في الامتحان، اهم حاجه تبقى عارف ان سميشن الاكس باور 2 ده حاجه، ده من الجدول، وسميشن الاكس معمول له او بتعمل له باور 2 ده حضرتك بتعمل ايه فيه؟ ده حضرتك بجيب السميشن بتاع الاكس ثم اعمل له باور 2. بمعنى سميشن الاكس باور 2 دي ايه بقى؟ بكام؟ بايه؟ مش عارف. قال لك سميشن الاكس ب 8 باور 2 يعني 56. الله، طب سميشن الواي باور 2 بكام؟ قال لك سميشن الواي ب 10 باور 2 يعني 100. يا ولد يا حلو، انت يا حلو سابق سنك. شفت بقى؟ يبقى لا، تاني عشان انت، وتحط بقى كل ده على الاله وتطلع. يبقى انت كده بقى تاني بقى. قال لحضرتك تعالى حل لي بقى، لا حلها لي بالله عليك، حلها لي. قال لحضرتك انت بتعمل جدول محترم جميل، مفيش جدول هنا، ماشي، بتعمل جدول محترم جميل. ايه كل ده؟ هنعمله فوق. ماشي تعالى ماشي قشطه، هنعمله كده اهو. يلا بينا الجدول. قال لك الاكس، قال لك الواي، قال لك هعمل اكس واي، قال لك هعمل اكس باور 2، قال لك هعمل واي باور ايه؟ واي باور 2. تمام. خلي بالك في الامتحان بنسبه 99% مش هتعمل الجدول. هحل يعني، هوريك تحل ازاي، ما تقلقش، هوريك هو هيجي لك ازاي وانت تحلها ازاي. ماشي ركز معايا. الاكس الاولانيه قال لك ب 42، وقال لك الواي ب 22، ثم قال لك 45، ثم قال لك 23، ثم 51 وايه و25، ثم ايه تاني؟ قال لك 58 وهنا 60. بس لسه مش شفناش تحت بقى 58 26 28. انا بعد كده هبقى اجيبها لكم اسمه ده 61 66. ماذا بعد 68 73 68 73 وايه تاني؟ 69 اصلا، مش 69 75 دي 69. ماشي يا محترمين، عايز بقى الوايات بسرعه. اللي جنب 61 اللي تحت 61 هتبقى 29 31 31 29 31 31. فاضل لي 2، اخر 2 32 33. جميل جدا كده، احنا الحمد لله اللي عملناه ده كله بقى لنا ربع ساعه فيه. عملنا ايه؟ عملنا ان احنا كتبنا الاكس والواي بس كده. هنعمل ايه تاني؟ هنا رمز السمشن. بعد كل ده انا بحب احط ايه؟ خطين كده، رمز السمشن. هنا السمشنات، اجمع لي يا معلم. يلا بينا، هات الكالكوليتر، هات لي الكالكوليتر، سيب قلمين مثلا من دول وهات لي الكالكوليتر. يلا بسم الله. قال لك انا عايز سمشن اوف اكس. يلا هجمع كل الاكسات كده، هجمع كل الاكسات، اوعى تجمع كده، بجمع كده. يلا 42 بلس 45 بلس 51 بلس 58 بلس 60 بلس 61 بلس 66 بلس 69 بلس 73 بلس 75. كل الاكسات ديت ب 600. طب الوايات، يلا نجمع الوايات. 33 بلس 32 بلس 31 بلس 31 بلس 29 28 26 25 23 ثم 22. كل ده بكام؟ ب 280. تمام. عايز بقى الاكس تايمز الواي، هعمل ده تايمز ده واكتب. يلا بينا.
42 times 22 9 2 4. 45 times 23 1 0 3 5. 51 plus 20 times 5 1 times 2 5 1 2 7 5. 58 times 26. طبعا كل ده انا هقول لك انت يعني ايه، هرحمك منه ما تقلقش. 60 times 28 1 6 80. 61 times 29 1 7 6 9. 66 times 31 2 69 times 31 2 1 3 9. 73 times 31 2 3 3 6. 75 times 33 2 4 7 5. الحمد لله. اجمع بقى كل ده يا ابويا. هجمع كل ده، ارجع لي واحده كده. ايه ده ايه ده كده؟ هجمع كل ده. طب ايه الحل في ان انا مش عايز اجمع كل ده؟ باشا ركز بقى معايا بقى. انا هقول مثلا جمع كل ده، مش عارف والله هقول ايه، بس تمام تعال نجمع يا عم، مش هنخسر حاجه، انت في الامتحان دلوقتي. 9 to 4 بلس 105 ليك حق بصراحه ايه تجري دلوقتي، يعني ليك حق تجري، يعني انا لو مكانك هجري. الحمد لله وصلنا الى النهايه 17187. الحمد لله. عايز اقول لك ان لسه ما خلصناش، انا عايز الاكس باور 2. يلا بينا. 42 باور 2. بص بقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل 42 مش هكتب بقى، انا هعمل 42 باور 2 بلس 45 باور 2 بلس 51 باور 2 بلس 58 باور 2 بلس 60 باور 2 بلس 61 باور 2 بلس 66 باور 2 بلس 69 باور 2 بلس 73 باور 2 بلس 75 باور 2. الحمد لله وصلنا ان هي ب 37146. ليه انا عملت ده؟ عشان انا عايز سمش. طيب الواي باور 2 بكام؟ يلا بينا. 22 باور 2 بلس 23 باور 2 بلس 25 باور 2 بلس 26 باور 2 بلس 28 باور 2 بلس 29 باور 2 بلس 31 باور 2 بلس 31 باور 2 بلس 32 باور 2 بلس 33 باور 2. الحمد لله طلع ب 7974. الحمد لله وصلنا الى ان احنا خلصنا الجدول. كل الجدول ده يتعمل بحاجه اسمها كالكوليتر، هقول لك ازاي دلوقتي، بس كمل معايا الشغل المانوال. القانون بيقول لك ان في سمشن اكس واي ماينس سمشن الاكس في سمشن الواي اوفر الروت الاولاني ان سمشن الاكس باور 2 ماينس سمشن الاكس معمول لها باور 2. شكرا. التاني يلا ان في سمشن الواي باور 2 ماينس سمشن الواي اعمل لها ايه؟ باور 2. يلا بينا نعوض. قال لك هتعوض ازاي؟ قال لك الان بكام؟ قال لك الان سعادة البي هنعد يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الان ب 10. السمشن اكس واي قال لك سمشن الاكس واي اهو ب 17187. 17187. سمشن الاكس في سمشن الواي، الاكس ب 600 الواي ب 280، يبقى 600 تايمز 280. 600 تايمز 280 كل ده بكام بقى؟ ب 16800. الان هنا بكام؟ قلت لك ب 10. سمشن الاكس باور 2 اللي هو في الجدول اللي هو ده يلا شيل حط لي 3 7 1 4 6. ده بقى ايه؟ ده اللي هو 600 باور 2. الان معايا ده اللي هو لان خلاص ده اللي هو الواي باور 2 اللي هو ده 7974. انما ده الواي اللي بتعمل له باور 2 اللي هو 280 باور ايه؟ باور 2. على الكالكوليتر يلا بينا بسم الله وما تطلعش غلط. 17187 ماينس 16800 اوفر اول روت 10 تايمز 37176 ماينس الكالكوليتر نعمه بجد نعمه. 7974 ماينس 280 اللي عامل لها ايه؟ باور 2. كل ده الحمد لله طلع. بص بقى بص طلع بكام بقى؟ 0.97. كل ده بكام؟ كل ده ب 0.97. اثبت على دي.
لو عايز احلها بقى بالاله بقى يا سعاده البيه، بص يا باشا، بص يا بطل، بص يا بيه. هتدوس اول حاجه مود ستات. مود ايه؟ مود ستات. ادي مود ثم ستات، هي رقم 3 عندي. ثم هتجيب حاجه اسمها A بلس بي اكس، رقم 2 عندي اللي هي A بلس بي اكس. يبقى اخترت ده، اخترت ده، اخترت ده. ده بكام؟ ده دوست موت عادي، استاد عندي رقم 3، ده عندي رقم 2، جبته. طلع لك المنظر ده، اكسات واياتك، اكساتك واياتك. هتكتب لي كل اللي فوق، تكتب لي كل اللي فوق، تعالى نكتبه. يلا هكتب الاكسات كلها الاول، يلا. 42 equal 45 equal 51 equal 58 equal 60 equal 61 equal 66 equal 69 73 75. كتبت الاكسات. يلا تعالى يمين واطلع فوق خالص 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 واكتب لي الوايات. يلا 22 23 25 26 28 29 31 31 32 33. كل ده تمام؟ تمام قوي 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 قوي. ماذا بعد؟ كتبت انا الداتا كده. بص بقى اللي هيحصل ده بقى، بريس اي سي. ايه اي سي دي؟ شيل الداتا. كتبت الداتا، دوس لي بقى اي سي، شيل لي الداتا دي كلها اي سي. بس خلي بالك انت كده كده متخزنه، ما تقلقش، متخزنه في امان في الاستورج، لا تقلق. عايز بقى ارجع الداتا بقى دي، هتلاقي في زرار. بص عامل ازاي، زرار مثلا واحد كده، زرار رقم واحد عامل كده، تمام، عليك كلمه ستات مكتوب الذهبي. فانت عشان تجيب اي حاجه بالذهبي هنا بتعمل ايه؟ بدوس ايه يا معلم؟ شيفت ستات. شيفت ايه؟ شيفت ستات. يبقى هدوس شيفت ستات، يبقى دوست شيفت ستات اهو، شيفت ستات، شيفت واحد. طلع لك تايب داتا سم فاريشن ريجريشن مينيمايز ماكسمايز، ماليش علاقه، انا عايز الار صح اللي هو اسمه الريجريشن. يبقى هتختار حاجه رقم 3 اللي هي الصم، رقم 3. رقم 3 ده هتجيب لك ايه يا باشا؟ هتجيب لك السمشن اوف اكس باور 2 سمشن اوف اكس سمشن اوف واي باور، كل حاجه ليها علاقه. السم دي تجيب لك الداتا كلها، الداتا كلها. طب انا عايز ايه؟ انا عايز الريجريشن بس، انا عايز الريجريشن. شيفت 1 عايز الريجريشن، دوس رقم 5، دوس رقم 5. بص اهو، دوس رقم 5. انا عايز الار مش الريجريشن اللي هو الار، الريجريشن اللي هو الار. هتدوس رقم 3، دوست ايكوال 0.98 او 97 عشان احنا اكيد في حاجه هنا ايه هتظبط. طب هنا ده سترونج دايركت. سترونج ايه؟ سترونج دايركت. يبقى تاني وهعمل لك انا فيديو ليها لوحده كده، هقصه لك في دقيقه. هعمل لك فيديو دقيقه كده بتاع الاله. هتعمل ايه؟ بعمل كالاتي، بكتب مود ثم ستات، يعني مود ثم ستات رقم 3، هتدوس A بلس بي اكس اللي هي رقم 2 عندي اللي في الاله دي، هنا انا بحب الاله دي. ثم كتبت الداتا في الاكس وفي الواي، ثم دوست اي سي خزنت، ثم دوست شيفت 1 او شيفت ستات اهو 1. ثم انا عايز اجيب الصم. ايه الصم ده؟ اللي هو بقى معايا ده وده كله بقى، كله معايا. طب انا مش عايز ده، عايز ايه؟ انا عايز اجيب الريجريشن على طول. يبقى دوست شيفت 1، هدوس 5 ريجريشن ثم الار اللي هو الار، دوست ايكوال وطلع لي وجبت بقى زي ما جبت. سؤال 2026. يلا عايز اعمل ايه يا مستر؟ عايز احل يا حبيب قلبي. يلا بينا. هعمل ايه؟ جايب لك كل حاجه دايركت، وبيقول لك عوض بس بذكاء. يلا بسم الله. هعمل كده اهو، ادي الان سمشن اكس واي ماينس سمشن الاكس في سمشن الايه؟ الواي. اول روت ان سمشن الاكس باور 2 ماينس سمشن الاكس اللي بتعمل له حضرتك ايه؟ باور تايمز الروت الثاني ان سمشن الواي باور 2 ماينس سمشن الواي اللي بتعمل له ايه؟ باور 2. يلا نشيل ونعوض. الان بكام هنا عندي؟ قال لي الان ب 10. سمشن الاكس قال لي بكام؟ سمشن الاكس واي قال لي بكام؟ قال لي ب 3060. سمشن الاكس قال لي ب 360 تايمز سمشن الواي قال لي ب 80. تمام. سو الان قال لك ب 10. سمشن الاكس باور 2، ركز بقى، ركز ده من الجدول اللي هو ده 14000. سمشن الاكس اللي بتعمل لها باور 2 فهتبقى 360 اول باور 2. هنا في ماينس، اوعى تنسى الماينس. يلا هناك 10 الجدول 942 ماينس الواي اللي بتعمل لها باور 2 اللي هي 80 باور 2. اوعى تنسى طبعا ايه؟ ال 10. تعال على الاله نحلها، يلا بينا.
بص فوق. يلا 10 times 30 60 minus 360 times 80. تحت بقى هنكتب اول روت ال n عندك ب 10 times 14000 minus 360 باور 2 times يلا الروت التاني 10 times 942 minus 80 باور 2. كل ده طلع ب 3 ثانية عشان فيه ايوه 10 times 30 60 minus 360 times 80 10 times 14000 minus 360 power 2 times 10 times 942 minus 80 power 2. كل ده طلع ب 0.32. كل ده ب 0.32. نوعه ويك دايركت عشان بوزيتيف، وويك عشان ايه؟ عشان اقل من 0.4. اللي بعده حبيبي عايز احلها. لا سريع بقى. هتحلها ازاي بقى؟ الان ب 8 جايب لي المنظر ده اكس بار. ايه بقى الاكس بار دي؟ دي حاجه اسمها مين. ايه المين ده يا مستر؟ المين ده بص نوتوا عليها سؤال اهو، نوتوا عليها سؤال. ايه المين ده يا حبيب قلبي؟ ده عباره عن، قلت لك عددهم من فوق السميشن او مجموعهم، يعني السميشن الصم على الان على عدد. مش فاهم يعني ايه؟ يعني الاكس بار ده عباره عن السميشن بتاع الاكس على الان. الله، هو مديك ايه؟ مديك فين الان ب 8، يعني شلت الان حطيت 8. طب شلت الاكس بار وحطيت، قال لك ب 9. يعني حضرتك تقصد تقول لي لو قال لك الاكس بار وادالك المين بتاع الاكس هيكون هو عايز سميشن اوف اكس؟ يعني لو مدي لك دلوقتي اهو عايز سميشن اوف اكس، قال لك ان ال 9 ايكوال سميشن بتاع الاكس على 8، عايز سميشن الاكس وادي ده بالايه؟ بالتايمز. يبقى السميشن اوف اكس بقى بكام دلوقتي عندي؟ 9 تايمز 8 بكام؟ ب 72. مستار مش فاهم، حل لي واحده ثانيه. باشا احل لك واحده ثانيه ليه؟ هو مديك اهو الواي بار، مديك الواي بار ب 10 ايكوال سميشن اوف واي على الان قلنا بكام؟ ب 8، والواي بار قال لك ب 10، يبقى السميشن بتاع الواي قال لك سميشن الواي عباره عن الواي بار تايمز الان، يعني سميشن اوف واي ايكوال 10 تايمز 8 اللي هي ب 80. تعرف تحل؟ طبعا اعرف احل. ازاي اعرف احل؟ تعالى نكتبها هنا اهو. معاك الان قال لك ب 8 تايمز، قال لك الان ب 8 تمام، تايمز الاكس واي 680 ماينس سميشن الاكس في سميشن الواي. السميشن الاكس 72 وسميشن الواي انا جبته ب 80 اوفر اول روت تاني روت. يلا الان ب 8 تايمز هنا ب 8. عايز سميشن الاكس باور 2 فينها؟ اللي من الجدول الطبيعي 775 ماينس سميشن الاكس اللي بتعمل لها باور 2 اللي هي 72 باور 2. ماشي اهي باور 2 عشان ما تنساش 72 اللي هي سميشن اوف اكس. يلا السميشن اوف واي باور 2 1380 ماينس سميشن الواي اللي بتعملها باور 2 اللي هي ال 80 باور 2. كل ده بقى بكام؟ يلا بينا على الكالكوليتر. حبايب زمان واصحاب زمان، يا حبايبي انا يا حبايبي انا يا حبايبي انا. طلع كل ده بنيجاتيف 0.15. اولا ده ايه؟ ده انفرس. هات القلم الاسود كده. اولا ده نيجاتيف يبقى انفرس. نيجاتيف 0.15 دي ده صغير خالص يبقى ويك ماله انفرس. سؤال كده سريع جدا 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 جدا، سؤال كده على الهامش زي ما بيقولوا. ده التشالنج قبل التشالنج عشان حضرتك احنا خلاص بنفنش. لو قال لك بص جنبي اهو، جنبي هنا اهو، جنبي ها، لو الان سميشن اكس واي اكبر من الاكس سميشن الاكس في سميشن الواي، لو اللي على الشمال اكبر يبقى ده من غير ما تبص دايركت.
دايركت. طب لو ال n سميشن اكس واي اصغر من سميشن الاكس في سميشن الواي، يبقى اللي على الشمال اصغر، يبقى انفرس. طب لو قد بعض يبقى ايه بقى؟ يبقى نو كوريليشن. عارف ليه؟ تعال اقول لك ليه. حبيبي هو مش انت في القانون بتقول لي ان، تعالى كده في قلب القانون، فين القانون فين القانون فين القانون عشان اثبتها لك وامشي. يلا راحت فين؟ ماله في ايه؟ انزلي يلا بسرعه يلا. ايوه اهو القانون، الرول. ماله بقى الرول؟ الرول بص، الجزء اللي على الشمال بتعمله ماينس، فده مثلا يعني اهو بص هتكلم ده الجزء ده طلع مثلا ب 10 مثلا يعني، والجزء ده طلع مثلا ب 8. 10 ماينس 8 بوزيتيف، بوزيتيف يعني دايركت. طيب ده طلع ب 10 وده طلع ب 18، هتطلع ده ماينس ده طلع بالنيجاتيف، نيجاتيف 8 يبقى ايه؟ يبقى انفرس. ده 18 وده 18، ده ماينس ده زيرو، زيرو على اي حاجه زيرو. ودي معلومه مالها؟ دي معلومه جميله، يعني ايه اعرفها برضو، مهمه ممكن تجي لك في امتحان السنه دي. يلا يا باشا تشالنج. حضرتك دلوقتي تعمل ايه؟ هتحل لي السؤال ده، هتقطع دلوقتي لمده 5 6 دقايق وتيجي تقول لي الاجابه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحط لك الاجابه. انا هعمل ايه؟ هحط لك الاجابه، هنحلها برضو سوا ما تقلقش. يلا روح وتعالى نحل التشالنج سوا سوا سوا. ترى ايه ده يا باشا؟ انا عملت دول حطيتهم على الكالكوليتر، ما عملتش الجدول بصراحه، حطيت دول على الكالكوليتر وطلع لك دول. يلا بينا نعوض، يلا بينا نعوض. سبت لك الان عشان الان ده اللي انت مش هتعرف تحطه على الكالكوليتر. الان 1 2 3 4 5 6 6، يبقى الان بكام؟ ب 6. يلا بينا نعوض في قلب القانون. انا حافظ ان الان 6 تايمز سمشن اوف اكس واي بكام؟ ب 7 5 ماينس سمشن الاكس ب 30 تايمز سمشن الواي ب 20 اوفر اول روت. يلا بينا. الان ب 6 تايمز سمشن الاكس باور 2 192 ماينس سمشن الاكس باور 2. يلا روت التاني 6 تايمز سمشن الواي باور 2 82 ماينس الواي الايه باور 2. كل ده بكام؟ تعالى بقى نشوف الكالكوليتر بكام. طبعا انا ما جبتهاش بقى، يعني انا هعملها بقى على الاله. يلا 6 تايمز 75 ماينس 20 تايمز 30 اوفر روت 6 تايمز 192 ماينس 30 باور 2. مستر هو السؤال ده هيجي لي في الامتحان؟ طبعا هيجي لي في الامتحان. هعمله بالآلة ولا بدماغي ولا هعمله بايه؟ هعمله بكل ده. ماله؟ ده سترونج، بس يبقى سترونج ايه بقى؟ سترونج ايه؟ انفرس. سترونج انفرس عشان النيجاتيف. ماذا بعد؟ السؤال التشالنج الثاني. ترى نفس القصه. هعمل ايه دلوقتي؟ يا باشا الان بكام؟ 1 2 3 1 2 3 4 يبقى 7، الان ب 7. هعمل ايه؟ تعالى لي تعالى لي تعالى لي. يلا نكتبها. يلا بدنا نكتبها. تعالى نكتبها في اللي جنبها. هعمل يلا الان بكام؟ 7. 7 تايم سمشن الاكس واي 6 3 3 ماينس سمشن الاكس في سمشن الواي اوفر اول روت 7 تايمز سمشن الاكس باور 2 3 7 1 ماينس 49 باور 2 تايمز يلا الروت الثاني الان بكام؟ ب 7 تايمز سمشن اوف واي بقى. خلاص يلا بقى ايه؟ واي باور 2 تعالى نحلها على بتاع. هتحط هنا 1 2 0 8 وبعد كده ماينس ايه؟ ماينس 84 باور 2. هحلها انا يلا بينا. 7 تايمز 6 3 3 ماينس 49 تايمز 84. يلا اول روت 7 تايمز 371 ماينس 49 باور 2. يلا تايمز الروت الثاني 7 تايمز 1208 ماينس الواي باور 284 باور 2. كل ده بكام؟ كل ده ب 0.6. ده هحسبه ايه يا معلم؟ ده هحسبه انا هقول عليه مودريت. ده مش هيجي لك في التشوز. 0.6 مش هيجي لك في التشوز. ليه؟ عشان انا مش عارف هتتقال عليها مودريت ولا سترونج. ممكن 0.6 وبوينت، يعني ممكن سترونج. بص مودريت وسترونج. مودريت لو هنا في 1 هتقول عليها سترونج، ومنها ايه؟ دايركت. تمام. يلا السمري. السمري يا شقيقي العزيز. اول حاجه الارتباط. الارتباط كان الكوريليشن. الكوريليشن ماله؟ علاقه ليها علاقه بثلاث حاجات. اولا لو دايركت
فانت ده كان بيبقى بوزيتيف، والبوزيتيف ده ماله من اول الزيرو لحد ال1، بس ايه ال1 مالها ال1 كلوزد والزيرو اوبن. عندك الانفرس ماله الانفرس ده نيجاتيف من اللي فين يعني من النيجاتيف 1 للزيرو، بس الزيرو ماله قلنا برضو اوبن، والايه النيجاتيف 1 كلوزد والزيرو مالها اوبن. وعندك حاجة أخيرة وهي الزيرو. إيه هو الزيرو؟ اللي هو مفيش علاقة أصلا، اللي هو no correlation أو نهلستك. ده الكوريليشن. قال لك بعد كده حاجة اسمها R coefficient بتاع الكوريليشن. ده ماله؟ ده بجيبه بقانون اسمه بي ار، اسمه بيرسون قانون، وانت تبقى حافظ القانون وعندك الرول، بس بتاخد بالك من حاجة معينة. السميشن بتاع الاكس باور 2 ده من الجدول اللي هو الاولاني، وسميشن الاكس اللي بتعمل لها باور 2 ده انت بتعمل ايه؟ بجيب الاكس سميشن بتاع الاكس واروح اعمل له باور ايه؟ باور 2. طب طلع لك الارقام. في حاجه بقى متقسمه بقى، متقسم لايه؟ النمبر لاين. ايه النمبر لاين ده يا مستر؟ النمبر لاين بتاع الار يا حبيبي. هنا الصفر، وهنا ال 0.4، وهنا ال 0.6، وهنا ال1. هنا الصفر نيجاتيف 0.4، نيجاتيف 0.6، ال1. طبعا بالنيجاتيف قال لك ايه بقى؟ قال لك ان من الزيرو لحد ال 0.4 ولحد 0.4 ده حاجه اسمها ويك، ضعيفه. ومن ال 0.4 لل 0.6 او من النيجاتيف للنيجاتيف ده حاجه اسمها مودريت. مودريت او ميديم. انما من اول ال 0.6 لحد ال1 او من نيجاتيف 0.6 لحد ال1 دول ايه يا معلم؟ دول اقوى حاجه عندي اللي هي السترونج. بس في حاجه اقوى، ايه هي بقى؟ القويه خالص، القويه جدا. النيجاتيف 1 وال1 دول اسمهم بيرفكت. وخدنا حاجه مهمه جدا وهي الكومباريزون. كومبير. هيجي يقول لك عايز السترونجست او هيجي يقول لك عايز السمولست. ماله يعني السترونجست والسمولست ومش فاهم؟ ده يا باشا بتروح تجيب الاكبر رقم، ماله ماليش علاقه بالايه؟ بالنيجاتيف. بس اهم حاجه ان هو ما يتعداش الحدود، ما يتعداش حدوده عليك. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي النيجاتيف 0.9 وال1.1 ما تجيش تقول لي ده اكبر. لا ليه؟ علشان تعدى حدوده، اخرك من نيجاتيف 1 لحد ال1. طب السمولست اصغر رقم، واحده سريعه نيجاتيف 0.9 و0.8. مين هنا اقوى؟ الاكبر ده اقوى، ده ايه؟ سترونجست. وخدنا شويه انترفلز. قلت لك ايه في الانترفلز؟ قلت لك الدايركت ده من الزيرو لل1 اوبن كلوزد. لو جه قال لي سترونج من ال 0.6 لل1، طب اللي جه قال لي بص جه قال لي نوت دايركت. ده معناه ان هو يا زيرو يا ايه؟ يا بوزيتيف او نيجاتيف، سوري، يا نيجاتيف. يبقى النيجاتيف 1 كلوزد والنوت كلوزد، يبقى الاثنين ايه؟ نوت دايركت، يبقى معناها ان هو انفرس، ومعناه ان هو ايه؟ زيرو. اخر حاجه علامه الاكس بار، وهي كانت ايه؟ كان السميشن بتاع الاكس على الان. وبكده نبقى خلصنا اول سيشن واول حصه، وهي الحصه الاولى في ماده الاستاتستكس، ماده الاحصاء لغات، ماده الاحصاء بالانجليزي. واشوفكم المره الجايه، هيبقى عندكم كويس صغنن، والواجب حتى صغنن، الواجب بتاع 9 10 اسئله وخلاص. احفظ دروسك، احفظ واجبك، امشي وعلى بركه الله. اول حصه معانا في طريق 60 من 60، طريقك لتحقيق كليتك اللي انت بتتمناها. كنت مبسوط معاكم باشمهندس علي. يلا سلام عليكم.